تعالوا اقول لكم بقى على شوية محشي كده بتنجان زي بتوع زمان. حطيت شوية زيت وعملت البصلة في المفرمة او بشرتها زي ما يعجبكم او ممكن نخرطها. واول ما تديني اللون الذهبي الجميل ده حطيت عليها معلقة صلصة، وبعد كده طحنت القوطة وحطيتها عليها، وبعد كده سبتهم يتسبكوا. هنا غسلت الرز وده بصل وفلفل، وبعد كده حطيت الخضرة وحطيت الطماطم المتسبكة وملح وفلفل وبهارات وشوية قرفة وكمان كزبرة ناشفة وشوية نعناع، قلبتهم على بعض. وهنا حطيت شوية كمان فلفل وبصل من اللي انا كنت فرماهم. وده السر بتاع الريحة الجميلة بتاعت المحشي البتنجان بتاعنا والفلفل زي زمان. بعد كده هحشي، بس مش هحشي قوي، يعني هسيب لهم شوية كده مساحة عشان خاطر الرز لما يستوي يبقى في مكان يطلع فيه، ما تطلعش معانا المحشي مكبسة والرز ناشف من جوه. هسقيها الشوربة واحطها على النار وبألف